ما تقول عادي. حتى لما يروحوا المدارس بعض الطلبة يعني هم جاهلون عن التوبة، يظن التوبة فقط بكاء وندم واستغفار. هذا أيضا مهم لكن ما يكفي. هذه الصلوات ما يصليهن يقول طاف الصلاة الماضية خلاص أنا تايب منهن. طيب تايب أنت تقضيهن الصلوات، عليك الصيامات تقضيهن. حقوق كم الطلبة يسرقوا زملائهم ترى، حتى واحد ما رحت مدرسة يقول يسرقوا له حسابتي. طبعا نبه الطلبة قلنا لهم أي واحد يعرف من سارق الآلة حاسبه وساكت عليه ذنب. وكم الطلبة يعني من مدارس تستغرب. طبعا نحن دائما بعد الدرس نعطيهم ننبههم تنبيهان. التنبيه الأول نقول أي واحد مع السؤال عام سألوا أمام زملائكم، لكن لا تقول أنا. قل إذا طالب فعل، إذا طالب ارتكب، ما تقول أنا سويت. التنبيه الثاني أي واحد مع سؤال سري ما تسأل أمام زملائك، تعال بعدين بعد الدرس وسألني. وكم من مرات الطلبة بعد ما خلص الدرس والأسئلة العامة لو تسمح معي سؤال خاص، سؤال خاص، سؤال خاص. وكم من الطلبة نسألهم أبوك عنده خبر؟ يقول ما عنده خبر. ما عنده خبر. الآباء يرتكبون ذنوب ومعاصي. تو هؤلاء الطلبة لو كان مبالغ بعد تكون أمر أهون، لكن هؤلاء الطلبة خلاص مكلفون، يعني دخلوا يعني عبارة دائرة البلوغ والتكليف، فهم في خطر. فهؤلاء الطلبة لازم يبلغوا ولازم يعلموا ايش عليكم ايش ما عليكم، يفقهوا في الدين، ايش يجوز ايش ما يجوز. حتى ممن يرضى ان ابنه يكون من اهل النار، اعوذ بالله. وكم الطلبة يموتون بدون توبة.